توا البديل راهو باش تجيب مدرب مش تغزر السي في نتاعو قداش يخلص وتجيبه، لازمك تمشي تستشير اهل الذكر وتجيب انسان اللي هو الفكر نتاعو هجومي، اللي هو يعرف عقليه الترجي التونسي. ومن حاجات اللي ما خلتش كاردوزو ما ينجحش في الترجي كونه مدرب فكره دفاعي، والفكر الدفاعي ما ينجحش في الترجي. ممكن ينجح في مرحله من المراحل، لكن الترجي ومتطلباته والفريق اللي خاصه العناصر الموجوده فيه توا فريق هجومي بامتياز، دونك يلزم المدرب يكون عنده حلول وافكار هجوميه. اليوم القرار صعيب، اذا كان ما عندكش البديل معناها الترجي ينجم يدخل في اشكال كبير برشا. كيفاش باش يعوض كاردوزو؟ هل البديل حاضر؟ هل البديل ينجم ينجح خاصه في فتره حساسه؟ وعملناه للترجي كان نحى معين الشعباني، لقى طارق ثابت حاضر، لان وقت طارق ثابت ديجا مدير رياضي ما كانش عنده اشكال، من بعد جاب مدرب في عقله. اليوم كان باش نحي كاردوزو ما فماش شكون المعوض نتاعو، مع احترامي للذوادي اللي ما نجمش يعوض على الاقل حتى بصفه وقتيه كاردوزو حاليا في الترجي التونسي. حقيقه اداره الترجي ما يلزمش تتصرف بالقرار هذايا، قناعه وعند الجمهور وعند الفنيين وعند الناس الكل انه المدرب هذايا ماهوش باش يضيف لك حاجه كبيره برشا. واليوم حان الوقت ولو بتاخير، خلينا نقولوا ولو بتاخير، كونه اداره النادي مطالبه ان تلقى مدرب اخر باش تربح الوقت ويصير التغيير على بكري، لانه ما تنجمش تزيد توخر اكثر في تغيير المدرب، لانك قادم على مرحله صعيبه وماشي في مجموعات الشامبيونز ليج وخاصه كاس العالم للانديه.